اسمي شورش قنديل من قرية أم كيف. طبعا حملة الحميص طبعا هي تبقى ذاكرة ببانا ما ننساها، لأنه فيها كانت أشياء مؤلمة وفيها أشياء كانت حلوة. السبب الأول والحلو أنه الهدف اللي كان في تل حميص الإرهابية وداعش والجيش الحر ومناطقها. السبب الأول كنا مشان أنه إحنا وحدات حماية الشعب، مشان نحمي هالشعب اللي كان مظلوم من قبل داعش، وأساليب داعش اللي كانت أساليب وحشية. تل حميص طبعا من 5 سنين لحد هلا في تطور كثير، يعني وين كانت وين صارت. تل حميص كانت قبل أيام الدواعش كانت قابة أشباح، هلا صارت قابة بها ورد كثير، طلع عليها مثل الحديقة المنوع من شعبها، من الحرية اللي هلا بيها، الأمن والأمان اللي كانوا فيها. تم تحرير تل حميص من خلال خطة رسموها الرفاق. دخول تل حميص كان من 3 اتجاهات، وتم التقدم على منطقة تل حميص وتحريرها وتخليص الشعب الموجود ضمن تل حميص. إرهاب داعش كانوا مهجرين هذه المدنية من بيوتهم وماخذين هذه المنازل على شكل مقرات لهم. عند قيام وحدات حماية الشعب بتحرير تل حميص كان هناك استقبال قوي للشعب الموجود ضمن تل حميص، وكانت هناك مرسومة أفراح على وجوههم، وكانوا استقبالهم للقوات بشكل فرحة وبشكل هتافات بدخولهم، وكان الشعب مضطهد بهذه المدينة. أصبح في المنطقة أمان، وأصبح مراكز، وأصبح كومينات. هناك عدة مكونات وطوائف منضمة إلى هذه القوة، قوة وحدة حماية الشعب. هناك من جميع العشائر منضمين، من جميع الطوائف منضمين، لا فرق بين يعني يزيدي أو مسيحي أو مسلم أو كردي أو عربي. هناك يعني كوحدة متوحدة، الرفاق بشكل كامل، رفاق بشكل كامل، قوات بشكل كامل، يقاتلون بيد وحدة، يحررون بيد وحدة. التعامل مع الشعب نفس التعامل كتعامل بينهم.